نختم بهذا السؤال: ما حكم التبرع للميت بإفطار صائم؟ لا مانع. إفطار الصائم خصوصا إن كان من الفقراء داخل في الصدقات. لا حرج على الإنسان أن يخرج مالا لإفطار الصائم وينويه عن الميت، فهذا داخل في الصدقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقات بأنواعها تصل إلى الأموات، سواء إفطار صائم، سواء كفالة يتيم، كفالة داعية، كفالة أسرة أرملة، بناء مسجد، كل هذا مما يصل للأموات. وأعظم من ذلك كله الدعاء. الدعاء هو أعظم ما ينفع الميت بعد موته، فلا تغفلوا عن الدعاء لأحبابكم ولأمواتكم في هذه الليالي العشر المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى ليتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.